الرحيم. الحمد لله الذي قال في ذكر الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أفضل الخلق وأكرمهم خلقا وخلقا سيد القائل: من قال لا إله إلا الله مخلصا في قلبه دخل الجنة. ورضي الله عن خليفته الأكبر ووارث سره الأنور ممد الأولياء والآرفين مولانا الشيخ تجاني رضي الله عنه، وعن وارث سرهما وخليفتهما على الإطلاق سعادة الأنام وشيخ الإسلام بهجة الليالي والأيام الشيخ إبراهيم بن هاجي عبد الله نياس رضي الله عنه. أيها الحضور الكرام وشيوخنا الأجلاء، أقدم تحيتي وزيارتي إلى شخصياتكم مباركة، وأقول تشرفت جدا لأنني حصلت شرف القيام أمامكم وأتلو لكم هذا الموضوع المبارك وبعنوان طريقة التجانية. ما هي الطريقة التجانية؟ يقول العلامة سيدي أحمد بن عياشي سكيرج رضي الله عنه: طريقتنا التجانية ذكر على الحقيقة وأذكارها لازمة منذ أخذ عهد الطريقة التجانية إلى الوفاة، ولها شروط من أهمها المحافظة على الصلاة في وقتها، وعدم الزيارة أحد من الأولياء حيا كان أو ميتا أبدا، إلا أصحاب سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تقيد بأحد الطريقة التجانية ثم أخذ طريقة أخرى بعد ذلك يخاف على نفسه. وقال كذلك: إن طريقتنا مبنية على التسليم المطلق لأهل الله مع اعتقاد جميل في كل واحد منهم حيا كان أو ميتا، مع ترك زيارة الاستمداد منهم وزيارة التعلق بهم، وحسن الظن في سائر أهل لا إله إلا الله، والنفور من مؤاديهم، وترك مخالطة مؤذيهم بقدر إمكانه، فإن مجالسة مبغضين سم يسري، وهذا كله بعد القيام بالمفروضات أتم قيام، وبالأقص الصلاة، فهي عندنا في الطريقة أساس الذي شيدت عليه، فالمحافظة عليها من أكاد الشروط على المريد التجاني، مع زيادة اعتناء بها في أدائها في وقتها جماعة. وهذا الأمر لا يحتاج فيه للوصية، وهذا الأمر لا يحتاج فيه للوصية عليه، لأنه مأمور به شرعا
ولكن لا بد من الحد عليه للقيام به قبل كل شيء. فالمريد التجاني من أشد الناس محافظة على الصلاة وأركانها وأوقاتها جمعا وانفرادا، ولا يؤد تجانيا إلا من أهرز على الإذن في تلك الأذكار، أي أذكار الطريقة التجانية، ممن عنده التقديم الصحيح والتلقين الصريح، كما تلقينا ذلك عن شيخنا عارف بالله سيدي ومولاي أحمد عبد الله عن قطبي سيدي هاجي علي التماسيني عن سيدنا رضي الله عنه. طريقة شيخنا القطب التجاني، وهو ورد معلوم الشريف الذي هو من ترتيب سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، وهو أستغفر الله 100 وصلاة الفاتح لما أخلق 100 مرة ولا إله إلا الله 100 مرة. فهذا الورد هو لازم للطريقة محمدية، يتلوه صباحا ومساء. والوظيفة الشريفة التي لا تقيد قدرها وذكر هيللة بعد الأسر يوم الجمعة إن وجد إخوانا، وإلا ذكرها وحده، ويجعل عددا ملزوما على نفسه من 10 إلى 12. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو من رتب له أذكارها وضمن لأهلها ما ضمنه من الوصول إلى حضرة الله تعالى من طريقها. وكما لا يخفى فالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أقرب الطرق إلى الله تعالى. وقال الشيخ إبراهيم نس: فلي في طريق القتم أحمد منهج، وأما طريق الخير لا أتنهج. وهنا أختتم كلامي وأعتذركم بقلة علمي وقصر بائي، وأشكر سيدي الذي ببهره أستمد وبنوره أختبس، فوالله لولاه ما كنت قارئا ولا تاليا. أرجو منك زيادة وبركة وقبولا، وأدعو الله أن يديم لكم دوام الصحة والآفية. لقد أنقذتم أجيالا من الأمم وأحييتم أمواتا كانوا تحت ترابي بأنواركم ونفحاتكم وإمداداتكم الربانية قرسية. كل عام وأنتم بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنكم ومريدكم سليمان بالو ابن الشيخ موسى مالو، المقيد في فصل الثالث إعدادي في المعهد الشيخ حسن رضي الله عنه. ما شاء الله ما شاء الله. mi ɓooyi on yiide ceerno keeba mayani ko mbo wi